Hello everyone, I'm back. حد سمعني كده؟ صوت تمام؟ لو حد سمعني بس يقول ان الدنيا تمام. انا دخلت لايف تاني. Hello. Can you hear me? طيب ننتظر شويه لحد ما الناس تدخل تاني، لان المفروض ان هو فصل في اللايف الاولاني. طبعا النت في مصر حاجه جميله، يعني حاجه رائعه بصراحه. Hello, can you hear me? Okay, I'm back. طيب هنتظر الناس تدخل تاني على اللايف ده، لان للاسف اللايف الاولاني قطع. Hello, welcome back. طيب الصوت تمام واللايف بيقطع ولا تمام؟ الناس اللي معايا اللايف تمام ولا بيقطع؟ تمام؟ اكمل؟ اوكي. طيب اخر حاجه كنت بتكلم فيها ان لو انت اتعرض عليك وهيتعرض عليك كتير ان انت تشتغل بره الموقع، ويجي يقولك خد الدولار الزياده ووفر لي الدولارين الزياده اللي بياخدهم الموقع مني والكلام ده كله، قول له لا. يعني حقيقي بجد الموضوع ده اتعرض عليا كتير وكنت برفض. جالي شخص كان مصمم في تقطيع برضو، يعني انا نقلت الباقه من الراوتر الباقه، ولا ده نافع ولا ده نافع. ياسمين بيقطع عندك ولا لا؟ ياسمين الحملي تمام ولا بيقطع؟ واسماء العباسي. بصوا النت هنا بشع بجد النهارده، يمكن في مصر كلها ناس كتير بتشتكي النت بجد بشع. طيب اسماء العباسي النت بيقطع ولا كويس؟ او اللايف بيقطع ولا كويس؟ لا تمام. طيب هقول تاني، يعني اتعرض عليا فكره ان انا اشتغل بره الموقع دي كذا مره، خاصه على موقع فريلانسر يعني. فطبعا في واحد بالذات يعني هو اللي مصمم جدا ان احنا نشتغل بره الموقع. قلت له بص من الاخر، بالنسبه لي الموضوع ده حرام، انت شايفه مش حرام انت حر، يعني انا مش هطلع بره الموقع. فقال لي لا مش حرام وانا بقول لك وبتاع. قلت له بص هنعمل ايه؟ احنا هنتصل بدار الافتاء هنسالهم، ولا هيقولوا عليه احنا هنمشي عليه. قال لي ماشي اتفقنا تمام. طبعا هو مصري مسلم يعني تمام. المهم كلمت دار الافتاء، شرحت لهم الموضوع 1 2 3 4 شروط الموقع 1 2 3 4. ان انا شروط الموقع بتقول ان انا لازم اكون شغاله على الموقع ما اطلعش منه وكل الكلام ده. طبعا قالوا لي بناء على انت قلتيه ده كله فما ينفعش تخرجي بره الموقع، لو عايزه تعملي شغل لوحدك ما تشتغليش على الموقع، يعني العقد شريعه المتعاقدين. فرجعت قلت له انا اتقال لي 1 2 3 4 عايز تمشي بالشروط دي اوكي، مش عايز فممكن تلاقي اي فريلانسر تاني يقدر يساعدك يعني. فالراجل احترم ده يعني، وكان حد مهذب وقال لي تمام، ومشينا على هذا الاساس. فدي حاجه من الحاجات اللي هو خلينا يعني اول حاجه نتقي مواضع الشبهات في شغلك وفي رزقك. اي حاجه انت من جواك دايما اللي هو بيقول لك استفتي قلبك ولو افتاك الناس. حاجه مش مستريح اسال دار الافتاء، ليهم رقم كده على جوجل، وموجودين طبعا في كل مكان، وموجودين في القاهره في بعض الاماكن في المترو وفي كل المحافظات موجودين، يعني احنا مش هنغلب ان احنا نوصل لدار الافتاء يعني. دي حاجه. والحاجه الثانيه استفتي قلبك ولا افتاك الناس، دايما شوف الحاجه انت مستريح لها ولا مش مستريح لها تمام. دي حاجه انا دايما بعملها. ما تعملش حاجه لمجرد ان هي فيها فلوس زياده، وايه المشكله ما كل الناس بتعمل كده، مالكش دعوه بحد، محدش بيتحاسب مكان حد، انت مع نفسك بدماغك اللي مريحك اعمله، مش مريحك ما تعملوش. بس ايه تاني عايزه اقوله في الموضوع ده؟ طيب خلينا الاول نشوف بقى اسئله الناس. اي حد عنده اي سؤال في الموضوع ده يقوله. كان في حد بيسال عن موضوع تعليم الاعاجم، اعتقد في مواقع برضو، انا والله مش فاكره اسماء بالظبط لان الحاجات دي اشتغلت عليها يعني فتره من زمان. في مواقع بتكون بنفس الطريقه اللي هو بيبقى عليها فريلانسرز توترز بقى، قران توتر، وبيدخل مثلا بتعمل اكاونت وبيبتدي انت يعني كمحفظ او كمحفظه بتعمل اكاونت، واللي محتاجك بيدخل يعني يتواصل معاك وهكذا.
وفي بقى شركات ممكن ناس بتشتغل معاها، زي مثلا شركه في مصر اللي هي استوديو العربيه، بس دي شركه بتكون شغال معاها وبتديك جدول، ممكن تتواصلوا معاهم برضو، بيعملوا الاول تريننج قبل الشغل، وبعد كده بتقدر تشتغل معاهم يعني. تعملي اكونت على فريلانسر. بصوا يا جماعه، عشان لو عايزين بقى التفاصيل بالظبط ازاي اعمل اكونت على فريلانسر، يعني ممكن تشوفوا مثلا فيديو على اليوتيوب لاي موقع انتوا عايزينه، فريلانسر، اب وورك، خمسات مستقل او whatever، وفي كفيل برضو ده موقع عربي. الخلاصه ان اي موقع عايز منك ايه، يكون عندك ايميل، هتسجل بالايميل وتملى بياناتك وتعمل باسورد، وبالتالي خلاص انت بقى عندك اكونت. الخطوه الثانيه ان انا ببتدي ان انا احط صوره اللي هي صوره بروفيشنال، بلاش بقى تحط لي شمس وورده ومش عارفه ايه وصورتي وانا واقف في الزرع، لا يعني عايزين حاجه تبقى بروفيشنال. تمام. طيب بسمة، انا والله انا فعلا مش عارفه اسم موقع معين، لو انت تعرفي اسم حاجه قولي لي عليها، لكن الموضوع ده انا شفته على خمسات وشفته كمان على مستقل، ان مثلا حد بيكون بيطلب حد مثلا يساعد ابنه في الهوم ورك مثلا، بس بلاش بقى جو ان انا احل له الهوم ورك، يعني لو هو ما بيعملش حاجه وانا اللي بحل له يعني وانت بتعمل ايه في حياتك. طيب ايه تاني اسئله؟ طيب بصي يا بسمة، انا برضه عشان اخلص ضميري في هذا الامر، يعني انا والله انا فعلا مش جايه افتي النهارده ولا اي حاجه، بس كل الحاجات دي انا سالت عنها لان هي كلها مرت عليا قبل كده. موضوع حل الواجبات وعمل الابحاث، لو حد بيجي يطلب منك انا عايزك تعملي البحث ده او عايزك تعملي لي الواجب ده، انا عملت الحوار ده قبل كده، وبعد كده قابلتني بنت والله مش فاكره اسمها ايه، بس كانت من كليه اصول دين او حاجه زي كده، قالت لي الموضوع ده انا اعتقد ان فيه شبهه، لان انت بتعملي حاجه لحد وبياخد درجه عاليه وهو ما يستحقهاش. تمام. فانا كنت اول مره افكر بالموضوع ده، يعني افكر بالطريقه دي، فبرضه اتصلت بدار الافتاء او اتصلت بحد في جامعه الازهر، انا مش متذكره بالظبط، وقال لي نفس الكلام، فعلا اكيد لي المعلومه ان ده مش حاجه صح. تمام. لو مش حرام ففيها شبهه، فاحنا ليه؟ طب ما في حاجات في شغل كتير ما فيهوش شبهه على فكره، يعني دايما الواحد يبعد عن الحاجه اللي حاسس ان هي ولا لا، في حاجات كتيره ما فيهاش اي مشكله، زي الترجمه وزي التدريس، ويعني التدريس مثلا من الحاجات اللي هو انت بالك مستريح، مفيش مشكله، مفيش حاجه فيها شبهه ومفيش حاجه حرام، حلال 100%. يعني انا دايما بفكر بالطريقه دي، وبقول لك الحاجه اللي اتقالت لي لان انا كنت عملت الحوار ده قبل كده وبعد كده وقفته، بعد ما عرفت الموضوع ده وقفته يعني. مين تاني عنده اسئله؟ في برضو خلينا اقول لكم في مواقع بتكون الترانسكريبشن، لو الناس مهتمه بموضوع الترانسكريبشن بيكون في مواقع زي مثلا في ترانسكرايب مي، وفي جو ترانسكرايب تقريبا، ممكن تعملوا عليهم سيرش كده للترانسكريبشن جوبز. وبرده في موقع انا اشتغلت عليه قبل كده، طبعا بصوا يعني فلوس ما بتبقاش كتير قوي يعني، ولكن زي ما قلت بتكون سايد هاسل، يعني لو انت بالذات متميز في الحته دي وانت فاست بقى في التايبنج، فالموضوع ده هيكون لذيذ بالنسبه لك، فايتس فاين. في برضو مواقع بتكون للترجمه بس. شغل على موقع متنوع، طيب انا معرفش غير في التدريس ازاي انوع في الشغل ده. هو لما انا بتكلم مع الناس اللي هي اوريدي متخرجه مثلا من كليات زي ألسن لغات وترجمه واداب وتربيه والحاجات دي، فانت بالتالي انت الانجليش بتاعك كويس، فانت في الترجمه ممكن هتكوني شاطره. لو بتحبي تكتبي كمان تعرفي تكتبي بالانجليش او بالعربي، فدي حاجه ممكن تعمليها جنب التدريس. تمام. بس خليني اقول لك، انت سالتيني على فريلانسر، برضو عايزين نركز في موضوع ان المواقع زي ما قلت المواقع مش سهله، برضو المواقع الاجنبيه عليها منافسه كبيره جدا، اكبر كمان من المواقع العربيه، لان انت بتنافس ناس من كل انحاء العالم. تمام. وطبعا المواقع دي بتلاقي عليها الهنود والناس اللي من اسيا دول مكتسحين واسعارهم قليله، وممكن يبقى في نصب كتير برضو من بعض الدول زي كده. فيعني عايزين بس نبقى مركزين واخدين بالنا من اللي احنا بنعمله، وما نصدقش اي حاجه، وما نبتديش شغل لحد لما يكون دافع فلوس وكل الحاجات دي. وبرده فريلانسر ما بقاش احسن حاجه، فعلا بقت المنافسه رهيبه فعلا، وفي نصب كتير عليه يعني. فبالنسبه لي خمسات من الحاجات المريحه يعني الى حد كبير، بس اللي هو ايه بقى، في البدايه
محتاج ان انت تكون يعني 24/7 على الويب سايت بجد عشان تلاقي شغل. في البدايه انت لسه بقى محدش عارفك، الناس مش داخله لك مخصوص يعني بيطلبوك بالاسم، محدش عارفك اصلا. فبالتالي خليك موجود علشان لما تلاقي مثلا في الخدمات الغير موجوده، التاب بتاعه الخدمات الغير موجوده، تبقى بتتابعها اول باول. اول ما تلاقي خدمه على طول ادخل اكتب بروبوزل، ويكون بروبوزل كويس، وتعرض ان انت هتعمل مثلا عينه مجانيه وتوري للشخص البورتفوليو بتاعك، علشان حتى لو انا ما عنديش اي خدمه عملتها قبل كده اللي قدامي يقتنع بيا. تمام. بس توتا ميدو خمساته مستقل، دول مواقع عربيه، وفي كمان موقع اسمه كفيل، دي مواقع عربيه للعرب. لكن فريلانسر واب وورك دي مواقع اجنبيه بنتعامل عليها بالانجلش. فلو انا الانجلش بتاعي جامد تمام جو فور ات، لو انا الانجلش بتاعي مش جامد يبقى انا خليني دلوقتي على المواقع العربيه وبرضه اشتغل على الانجلش، لان الانجلش يا جماعه بيجيب فلوس. يعني انت ممكن تدرس بالانجلش وممكن تترجم وممكن تكتب. في بقى ناس اللي بيحبوا مثلا الديزاين، ممكن مثلا تعمل لوجوهات وتعمل ديزاينز لو انت بتحب بقى تستخدم فوتوشوب او بتعرف تعمل فيديوز والكلام ده كله. وعايزه اقول لكم والله خمسات ده عليه كل حاجه، يعني ده لدرجه ان انت المحامين مثلا عاملين اكونتس عليه. مثلا لو حد عاوز يكتب عقد، فانت ممكن تلاقي محامي يكتب لك عقد، وبرده يعني مثلا بدايه من $5 ومضاعفاتها 10 15 20 25 وهكذا. كل حاجه موجوده بجد. وادخلوا انتوا بقى على السايت بنفسكم وشوفوا ودوروا وشوفوا الناس بتعمل ايه. بلاش اعمل حاجه من غير ما اشوف، لا ابتدي الاول شوف الاكونتات الناس التانية بتعمل ايه، والناس التانية كاتبين ايه، الناس التانية اللي في مجالك انت. تمام، يعني ركز شوف المجالات اللي موجوده وركز في مجالي الناس بتعمل ايه. طبعا التايبنج من الحاجات المنتشره واللي موجوده واشتغلتها قبل كده، ولكن الحاجه دي كل الناس بيعرفوا يعملوها. فبالتالي خلي نفسك ايه اعلى. يعني انا لو انا عايزه اكون تايبست فكل الناس بتبقى تايبست، فالموضوع سهل. لكن لو انت مثلا بتترجم او بتكتب حاجه معينه، فبالتالي انت بتكون يعني stand out of the crowd، انت عندك حاجه مميزه، فبالتالي الناس اللي انت بتنافسهم في الحته دي اقل، صح؟ فيعني حاول تشتغل على حاجات معينه مختلفه شويه عن التايبنج، عشان هتلاقي فيه منافسه كتير وكل الناس بتعمله اوريدي يعني. طيب اي اسئله تانية؟ اللي عنده اي سؤال بقى يقول لي. لو في حاجه انا نسيت اتكلم عنها اسالوني، يعني انا معاكم. خلينا اقول اخر حاجه برضو كمان، ان انا قلت ان في طريقتين ان انا اشتغل فريلانسر. الطريقه الاولانيه ان انا اشتغل على موقع، ده لو انا حد لسه في البدايه ومش عارف اجيب شغل، او بتكسف بقى ان انا اطلب من العميل ان انت مثلا المفروض تدفع كذا او الكلام ده كله. في ناس ما بيبقوش عارفين يعني مانج الحته دي بالظبط، فالموقع حلو بالنسبه لك. طيب انا بقى مش عارف او مش عايز اشتغل على موقع، انا ما بحبش ان انا اكون مقيد بمثلا حد بقى يقول لي لا لازم تشتغل على موقع ما تخرجش بره الموقع، وحد عامل لي مثلا قيود، او في بعض الناس اللي بتواجهها بعض المشاكل. يعني مثلا حد قبل كده كان شغال على اب وورك وطلع فجاه بره الموقع، مش عارفه حد عمل اسكاليشن فيه وبتاع، فهو الموقع صدق الشخص التاني ولغوا الاكونت بتاع الولد اللي شغاله بقاله كتير. فدي حاجه ممكن تحصل. فانت تقول ايه، طب انا بقى ليه وجع دماغي بكل الكلام ده، وليه حد اصلا بياخد من فلوس؟ يعني مثلا انا دلوقتي لو بيجي لي $5 ليه اخدهم 4؟ لا انا عايز اخد ال5 وعايزهم كمان يبقوا 10 و20. طيب يبقى اذا انت تقدر بقى تبتدي، لو انت شايف نفسك تقدر تبتدي البراند بتاعك لوحدك، انت بقى تقدر تدخل في دوت عن طريق بقى بتعمل فيسبوك بيج، بتدخل على تويتر، يوتيوب شانل، انستا، وات ايفر بقى كل البلاتفورمز اللي موجوده. بس لازم تكون فعلا شايف ان عندك كونتنت كويس وقادر تقدم حاجه كويسه وتقدر تمانج كل السايكل دي، لان الموضوع ده كبير ومحتاج منك وقت وتفرغ. فده موجود وده موجود، ده ليه مميزات وده ليه مميزات، وده ليه عيوب وده ليه عيوب. فلازم تحسب كل حاجه وتشوف الانسب ليك. وفي ناس بيشتغلوا على الاثنين، يعني لو انت شايف ان ده تمام وده تمام، يعني الانسب ليك اعمله. يعني ازاي ادخل على المواقع دي؟ طيب انا هحط لينك المواقع اللي انا قلتها دي. ازاي ادخل عليها؟ اول حاجه بعمل اكونت زي ما قلت، اجيب صوره بروفيشنال، تمام، مش صوره كده عبيطه يعني، لا عايزين صوره تكون بروفيشنال، ولد مثلا لابس بدله او يعني فورمال او سيمي فورمال، يعني بنت برضو يكون صوره فورمال، مش بقى عامله كده وكده، يعني حاجات او متصوره في زرع او على بحر، او يعني خليها فورمال. يعني عارفين صور لينكد ان الناس تدخل على لينكد ان بيبقوا صورهم عامله ازاي وكاتبين ايه، هو نفس الفكره بالظبط، بس حسب بقى انت الموقع اللي داخل عليه عربي ولا انجلش. لو خمسات هكتب نفس الكلام، بعرف نفسي بس بالعربي، تمام، بيكون باللغه العربيه الفصحى عشان الناس كلها تفهمها من كل الدول، يبقوا قادرين يفهموها.
بس وابتدي بقى ان انت ايه تبان تبد على الخدمات، او ان انت يعني كل ما تلاقي خدمه تدخل تحط البروبوزل بتاعك. طيب برضو في حته اللي هو انا اسحب الفلوس ازاي. في ناس بقى بتسحب بكذا طريقه. في حاجه انا فعلا مش عارفه هي لسه شغاله دلوقتي ولا لا، بس انا لحد دلوقتي معايا يعني اللي هي فيزا البريد اللي هي ايزي باي شغاله معايا، بس انا عاملاها من سنتين فهي شغاله. معرفش لحد دلوقتي الناس بتطلعها ولا لا، بس في ناس بيجيبوا فيزا الشباب من بنك اسكندريه، وفي فيزا برضو بتيجي من كيو ام بي وبيربطوها بالحساب بتاعهم وبتستلم الفلوس عليها، تحول الفلوس عليها يعني. بس دي المواقع العربيه. المواقع الاجنبيه بقى برضو ممكن بتتربط بباي بال الاول، وبعد كده تربط باي بال بالفيزا ايا كانت الفيزا اللي انت هتجيبها يعني. طيب في اي سؤال تاني؟ طبعا انا النهارده اتكلمت في نقط كتيره، المفروض ان كل نقطه من دول يعني فيها تفاصيل كتيره، فانت لو عاوز تدخل في تفاصيل ممكن تدخل على اليوتيوب بقى وتفهم حته حته، ولو حد عنده اي سؤال عن اي حاجه برضو ممكن تبعت لي على الخاص. ويحاولوا بقى ان انتوا تجربوا، لو انتوا شايفين الموضوع ده عجبكم وعاوز فعلا تدخل في الفريلانس، جربوا ادخلوا على المواقع دي وقلبوا فيها وافهموا بنفسكم، لان مهما قلنا الكلام نظري لازم انا ادخل بنفسي واشوف واجرب واشوف الناس عملت ايه، واقرا كل واحد بيعمل بروبوزل ازاي، واقرا كل واحد كاتب ايه في البروفايل بتاعه بيعرف نفسه ازاي، علشان اتعلم. مش هدخل اعمل من نفسي كده اكونت قبل ما اتعلم الناس عملت ايه قبلي. في حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل اللايف؟ طيب في اي حد استفاد اي حاجه؟ طبعا في ناس لسه داخله اصلا دلوقتي ف اي سؤال؟ سؤال اخير، قولي يا توتي. لو حد عايز يسأل في اي حاجة او عاوز يكومنت على اي حاجة تمام. طيب توتا I'm waiting for you بقى، ايه السؤال؟ قالت سؤال اخير ومشيت. المواقع دي بتحتاج شغل انت بتعمليه يعني، مش فيديو مثلا زي زوم كده؟ شغل انا بعمله، مش فاهمه يا توتا بالظبط يعني ايه شغل انا بعمله مش فيديو مثلا زي زوم. انت قصدك في التدريس، بتتكلمي عن التدريس يعني؟ في التدريس ممكن المواقع دي موقع مستقل مثلا كان بيطلب ان انت ما تشتغلش على زوم وتشتغل على سكايب. شغل لايف، بصي شغل لايف ده انت قصدك يعني ان حد يطلبني من الموقع ده كشغل لايف، ده موجود. ويعني الموضوع ده انا احتاجته قبل كده. العفو يا شيماء. مره كنت شغاله قبل كده على فريلانسر، الموضوع ده من كذا سنه يمكن 5-6 سنين ولا حاجه، كنت شغاله على موقع فريلانسر. وقتها كان عندي اكاديمي ومحتاجه ان حد كان فيس تو فيس، ومحتاجه حد يشتغل معايا، وحد اجنبي نيتيف سبيكر يشتغل معايا. ففكرت ان ادخل على فريلانسر. ففريلانسر في حاجه يعني بتسمح لك ان انت تلاقي ناس مستقلين او فريلانسرز في المكان اللي انت فيه. فبالتالي فعلا لقيت حد في القاهره يعني تمام، فكان قريب مني اصلا واشتغلنا مع بعض وكده. فدي برضو حاجه موجوده، بس ما بتبقاش حاجه كتيره، لان اللي بيدخل على المواقع في الاغلب بيبقى حد عاوز يعمل الشغل اونلاين يعني. قليل قوي لو انت حد لقيتيه بالشكل ده، بس موجود يعني، مش هقول لك لا موجود، بس قليل، ما تعتمديش عليه لوحده. ينفع في السيره الذاتيه اكتب اكتر من حاجه؟ ينفع، بس المهم ان انت ترتبيها بذكاء يعني. ما اقعدش اكتب الكلام كده جنب بعض وهابهازردلي، لا لازم يكون منظم. قبلها مثلا بوليت بوينتس، وكاتب بقى في بوينتس بقى في نقط كده، مثلا كاتب مثلا انت كاتب محتوى ومدرس ومترجم، ماشي مفيش مشكله. طالما بصي اقول لك الحاجه لما تكون الحاجات ريليتد لبعضها مفيش مشكله، وعادي يعني. حتى لو انت بتعملي كذا حاجه عادي، في ناس برضو بتعمل ده، بس دايما التركيز انت يبقى لك فوكس كده وحاجه معينه انا مركزه عليها، وجنبها في حاجات تانية. زي مثلا الاهتمام بتاعي هو التدريس، وتحتها في حاجات تانية. والله برضو المواقع الاجنبيه انا شفت عليها يعني ناس مثلا زي انجلش تيتشرز بقى لهم مثلا فترات على المواقع دي واشتغلوا كتير يعني في الموضوع ده. انجلش تيتشرز، او مثلا ناس برضو يدرسوا العربي للاجانب، ده موجود وده موجود. شفت ده وشفت ده على مواقع زي فريلانسر
وابورك برضو شفته عليه. تحفيظ القرآن للأعاجم نريد نصيحة وكيفية البداية. طيب بص حضرتك، يعني يمكن أنا مش أحسن حد أتكلم عن الموضوع ده، أنا اشتغلت فيه فترة وبعد كده عملت شيفت، اشتغلت في حاجات كتيرة والله يعني فعلا قبل ما مركز بقى على موضوع الانجليش تيتشنج يعني والتيتشر تريننج وكده. لكن البداية طبعا أول حاجة أنا مش عارفة حضرتك إيه مؤهلاتك. طبعا في فرق ما بين ان انت عايز تكون محافظ قرآن ولا لغة عربية ولا يعني ده ولا ده بيختلف يعني. تحفيظ القرآن للأعاجم طبعا في بعض الناس بيقولك لازم تكون حافظ ومعاك إجازة، في ناس تانية بتقولك لا مش شرط الحفظ، ولكن لازم تكون بتعرف تقرأ كويس تمام، ويكون أحكام التجويد والمخارج وكل الحاجات دي تكون مظبوطة. طبعا لو عربي برضو لازم تكون شاطر فيه ومذاكر كويس، والاماكن الصح بيعملوا لك اختبارات، ده اكيد طبعا. وانا عملت اختبارات قبل كده، كنت عايز ادرس عربي عملت اختبار للعربي وعملت اختبار تحريري يعني للعربي وللقرآن او التجويد. وطبعا الشفوي بقى بيكون القرآن قراءة ان انت بتقرأ، والتجويد بيسألوك في بعض الأحكام، أو مثلا تقرأ حاجة فبعدين يسألك في الأحكام، تقرأ مثلا آية معينة فبيسألك الأحكام اللي فيها وهكذا. فانت لازم تكون حد مذاكر كويس قوي ومتمكن تمام، مش اللي هو انا شاطر يلا انا رايح اشتغل، لا لازم تكون شاطر بجد. وطبعا انت لو بتتكلم بقى عن القرآن او التجويد او كده طبعا دي امانه، يعني مش هنروح وانا شايف ان انا حد مش مؤهل واشتغل وخلاص، لا لازم فعلا تكون حد مؤهل فعلا وتبقى قادر تجاوب على الاسئله اللي هتتسال لك تمام. لو انت خاصه بقى تعلم الأعاجم، لان هتلاقي اسئله بتظهر لك اللي هو اعمل ايه، مثلا حد مثلا الناس تبقى عايشه بره بالنسبه لها ان اللي بيحفظهم ده هو ده المنفذ الوحيد ليهم ان هو اصلا يقول لهم حاجه عن الدين، فانا لازم اكون فعلا فاهم مش داخل عشان ايه الموضوع ده بعمله عشان اكسب فلوس وخلاص. تمام كويس جدا. طيب ممكن بقى تتجه ان انت في البدايه دايما الواحد يعني الاحسن هو ما يشتغلش مع نفسه فريلانسر، الاول اشتغل مع مكان عشان يوجهك ويديك تريننج ويبقى بيوجهك ايه الصح وايه الغلط. يعني في اماكن كتيره بتشغل ناس زي مثلا في هنا مثلا في مصر في استوديو العربيه، ده مكان موجود في مصر وفي ناس شغالين فيه. ده في الاول بتاخد تريننج وبعد كده بتبتدي تشتغل معاهم، بتشتغل بالساعه بيبقى ليك جدول شغال بيه وهكذا. ف برضو في مكان اشتغلت فيه قبل كده اسمه سيسترز ارابيك، ده للبنات اعتقد، يعني تقريبا هم كانوا بنات بس اللي بيشتغلوا فيه. وفي مكان تاني والله في لندن انا مش فاكره اسمه ايه، مش مجمع الاسم، لو حد عارفه يقوله يعني. برضو مكان موجود في لندن، برضو بتاخد معاهم تريننج وبعد كده بتبتدي. ففكره ان انت في البدايه تشتغل مع حد يوجهك ويقول لك تعمل ايه احسن ما تشتغل فريلانسر، الا لو انت شايف نفسك متمكن اوكي، بس برضو في البدايه اشتغل مع حد الاول لحد ما تبقى عندك خبره، وبعد كده ممكن تشتغل لوحدك عادي. وبرضو بيكون في مواقع برضو الفريلانسرز برضو محفزين، نفس فكره الفريلانسر، كل واحد بيعمل اكاونت والمقوي الناس اللي عايزه تحفظ بيدخلوا مثلا يشتروا زي خدمه يعني، او مثلا هم يحجزوا معاك كام ساعه، مثلا الساعه مثلا بتكون $5 $7 $10، كل واحد بيحط الايه الريت بتاعه. بس طيب في حد عنده اي سؤال تاني؟ زي ما قلت انا دلوقتي حاليا مش شغاله على المواقع دي، بس اشتغلت فيها فتره وكانت فتره لطيفه واتجهت لها في وقت الكورونا واشتغلت منها، عملت يعني قرشين كويسين مش وحشين. بس لو انت في البدايه نعتبرها سايد هاسل هيكون افضل لو انا عندي شغلانه جنبها. وفي ناس والله فريلانسرز وشغالين فريلانسنج ده هو شغلهم الاساسي، بس برضو لازم نفكر في الفريلانس ان هو مش حاجه ثابته تمام. الشغلانه الثابته بتجيب لك فلوس كل شهر، الفريلانس شهر جميل وشهر الدنيا واقعه مفيش شغل، فانت لازم تكون عامل حسابك على ده وده، وبتعين القرش مش عارف في اليوم الابيض كده يعني لو انت مثلا الشهر ده كويس فانت عين فلوس خليها معاك علشان لما يجي شهر الدنيا واقعه فيه او في ازمه اقتصاديه في البلد او في العالم، فيبقى انا اوريدي ايه اقدر ان انا سرفايف يعني. لان الموضوع مختلف عن ان انا بيجي لي مرتب كل شهر فانا ما عنديش مشكله، دي حاجه ودي حاجه. طيب ايه تاني؟ طبعا بقى في مجالات كتيره يا جماعه زي البرمجه وزي الناس بقى اللي بيحبوا الديزاين والفوتوشوب والفيديوز والكلام ده كله، في شغل كتير في حسب مجالك بقى، يعني حسب انت بتحب ايه وبتحب تعمل ايه. في بقى السوشيال ميديا والماركتنج وكل الكلام ده، فحسب اللي انت بتحبه هتلاقي له حاجه يعني. في اي اسئله تانية قبل ما اقفل اللايف؟ احنا بقالنا ساعه تقريبا معديين الساعه. ازيك يا اسراء؟
اسراء برضو من الناس اللي شغالين في تحفيظ القران للاعاجم. فممكن لو حد عاوز يسالها في حاجه زي كده اعتقد هي مش هتتاخر، وهي برضو من التيتشرز معانا في مشروع تعليم القران واللغه العربيه للاجانب. هي برضو تيتشر معانا، فلو حد عاوز يسالها حاجه هتقدر تفيدكم برضو في المجال ده. طيب قبل ما نختم، في اي سؤال تاني؟ يعني ده enough. كملوا بقى احتفالاتكم بالاهلي والماتش وكل الحاجات دي. جزاكم الله خيرا على النصيحه. وجزاك يا مشتو. والله يا استاذ حسن، يعني عايزه اقول لك على حاجه. في بنت كنت طلبت منها تدخل معانا في مشروع تعليم الاعاجم القران. هي كانت شاطره في التجويد، فانا قلت لها ايه رايك تدرسي التجويد وكده؟ فقالت لي انا لسه ما خدتش الاجازه، اروح اسال المحفظه بتاعتي واتاكد منها. راحت سالت المحفظه بتاعتها، قالت لها انت لسه مش كواليفايد، او يعني مش مؤهله بشكل كافي ان انت تدرسي، ودي امانه وهتتحاسبي عليها، وافرض علمتي حد حاجه غلط والكلام ده كله. فالبنت قالت لي انا مش هدرس. نفس الفكره دي مثلا معمول زي ايه مثلا في الانجليش. لو انا مثلا حد عاوز ادي مثلا كورسات اللي هي ليفل 5 مثلا، لو انا عايزه ادي كورس تافل، فيقول لك انت اوكي ممكن تدي وكل حاجه جميل، ولكن الافضل ان انت يكون معاك ليفل 7 كورس. انت مثلا يكون معاك دلتا او يكون معاك ديبتيسل، لان انت بالتالي حد مؤهل وحد كواليفايد وعندك النوليدج الكافيه وكل حاجه. فاهم الفكره؟ يعني هي الفكره مش ان انت ما تقدرش تعمل ده، انت تعمل ده، بس هل انت مؤهل كفايه ولا مش مؤهل كفايه؟ انت الوحيد اللي تقدر تعرف ده. طيب في اي سؤال تاني قبل ما نختم؟ يا رب تكونوا استفدتوا من اللايف. يعني اللايف ما كانش سيشن، انا قلت ان انا عملت قبل كده سيشن كانت على زوم وكنت شارحه فيها برضو جزء كبير من الكلام ده، وركزنا اكتر بقى على البيرسونال براندنج وانا ازاي اعمل بيرسونال براندنج لنفسي. هدور على الفيديو دوت وهرفعه على اليوتيوب شانل برضو لو اي حد محتاجه. لو حد عنده اي اسئله برضو في موضوع الفريلانس ممكن يكتب لي، هجاوب على اسئلتكم او يبعت لي. واتمنى اكون فدت يعني اي حد في الموضوع ده، وربنا يرزق الجميع يا رب ان شاء الله. واخر حاجه بجد عايز اقولها، محدش ده ابدا ابدا يخاف من الرزق. الرزق ده بتاع ربنا، بس انت تعمل اللي عليك وافتح لنفسك فرص جديده وابتدي وربنا معاك. لكن ما تبقاش نايم او تبقاش عمال تعيط وتقول اعمل ايه طب وبعدين. يعني هو الفلوس مش هتنزل عليك كده من السماء يعني، فانت لازم بقى تسعى وربنا هيكرمك. بس ابدا وربنا هيكرمك. Okay, so thank you so much. I was really happy to have you today. اشوفكم على خير بقى. كفايه كده خلاص، الشهر خلص وعملت لايف كتير يعني that's enough. اشوفكم قريب ان شاء الله. يلا باي باي for now. باي.